تعال اقول لك بيشتغلوا ازاي. تطبيقات السوشيال ميديا، شركات اعلانات وجمع معلومات وتوجيه بهندسه السلوك الاجتماعي لزياده الاستهلاك. ستاربكس بنك الكتروني فروعه اكتر من اي بنك في العالم، مش مجرد سلسله كافيهات. ماكدونالدز الشركه عقاريه بتتاجر بالفرنشايز المكان والاسم وبتبيع التجهيزات مش بس سندوتشات. ابل شركه تسويق اشطر من كونها شركه اجهزه الكترونيه تعتمد على الامان والخصوصيه. تسلا شركة تكنولوجيا معلومات وهتكسب من السوفت وير مش بس السيارات الكهربائية. زارا قفلت 1200 فرع على مستوى العالم وبتعتمد على البيع الاونلاين. تطبيق شي ان للملابس القيمة السوقية بتاعته من 2014 بس تخطت اتش اند ام وزارة مجتمعين، رغم ان فروعهم في معظم دول العالم ومن سنين بيبنوا في البراند. اديداس ونايكي بيلغوا اغلب التوكيلات بالدول وبيبيعوا من خلال المخازن والتطبيقات بتاعتهم اونلاين. امازون بدأت ببيع كتب بس على الانترنت، وبخطوات بقت تبيع كل المنتجات كتاجر ووسيط في نفس الوقت. ودلوقتي بتطور انها تبني متاجر بالواقع الافتراضي كتطور، غير الحوسبة السحابية واللوجستيات. الميتافيرس والواقع الافتراضي التضاعف بقى رهيب في اعداد المستخدمين عليهم، وكم الخدمات ومنتجات بتعرض عليه بتجربة استخدامها توفر امكانية التسويق وانت قاعد في البيت على الكنبة. سلام.